دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن المفاعلات وعن الاندماج وعن كل اللي بيلمع في عالم الطاقة النووية، جه الوقت نتكلم عن الوش التاني من القمر النووي، الجزء اللي ما بيطلعش في الإعلانات ولا بيتقال في المؤتمرات ولا بيتصدر صورة البوسترات. النهاردة هنتكلم عن الزبالة المشعة، عن الأثر اللي بيفضل بعد ما كل حاجة تخلص، عن اللي بيشتغل في صمت وبيقتل في هدوء. أهلا بيك في الحلقة 13 من سلسلة نووي بعنوان النفايات النووية لما القمامة تبقى مضيئة بس مش لطيفة. أولاً، يعني إيه نفايات نووية؟ أي حاجة بتخرج من مفاعل نووي بعد ما خلصنا منها بس لسه فيها إشعاع، اسمها نفايات مشعة radioactive waste. والنفايات دي مش لازم تبقى يورانيوم خالص أو بلوتونيوم مركز، دي ممكن تبقى قضبان وقود مستهلك، فلاتر، ملابس العمال، مياه التبريد، أجهزة أو أدوات كانت داخل المفاعل، يعني أي حاجة عدى عليها إشعاع دخلت المزبلة النووية. طيب في أنواع نفايات ولا كله بيتحرق وخلاص؟ في 3 أنواع رئيسية. 1. نفايات منخفضة النشاط LLW، دي أخف حاجة زي فلاتر، قفازات، أدوات طبية مشعة، نشاطها الإشعاعي قليل، ممكن تتعالج وتتخزن في أماكن بسيطة. 2. نفايات متوسطة النشاط ILW، زي أجزاء من أنابيب المفاعل، مواد معالجة كيميائية، نشاطها أعلى، عمره أطول، بتحتاج تغليف خاص وتخزين محمي. 3. نفايات عالية النشاط HLW، ودي العفريتة الكبيرة، زي قضبان الوقود المستهلك ونواتج التفاعل النووي، دي بتفضل مشعة لآلاف السنين وسخنة حرفياً، وبتحتاج تخزين في عمق الأرض في مقابر نووية. طيب دي نفايات، لكن بتخوف ليه؟ لأن الإشعاع مليهوش ريحة، ما بيتشافش، وما بيخبطش الباب قبل ما يخش جسمك، ولو ما تعاملتش معاه صح ممكن يعمل لك سرطان ويدمر الDNA ويلوث المياه ويقعد في البيئة لآلاف السنين، يعني حرفياً زبالة تقعد بعدك لعيالك وأحفادك. طيب بنعمل إيه بالنفايات دي؟ هل في حل؟ في حلول بس معقدة. أولاً، التخزين المؤقت، بنحط النفايات زي الوقود المستهلك في أحواض تبريد مائية لمدة سنين، ده بيقلل حرارتها ويبدأ يهدي نشاطها الإشعاعي. ثانياً، التغليف والتغليف والتغليف، بيتحط في حاويات من رصاص، فولاذ، أسمنت، وبيتحزم زي قنبلة بس العكس. ثالثاً، التخزين الدائم في العمق الجيولوجي، بندفن النفايات في أنفاق عميقة جداً، يعني أكتر من 500 متر، في صخور مستقرة مش بتتحرك من ملايين السنين، اسمها مخازن جيولوجية عميقة Deep Geological Repositories. وأشهر مثال مشروع أونكالا في فنلندا، أول مقبرة نووية دائمة في العالم. طيب إيه الدول اللي عندها نفايات كتير؟ أكتر دول عندها نفايات نووية الكمية التقريبية، الدولة الكمية. أمريكا أكتر من 90,000 طن من الوقود المستهلك، فرنسا حوالي 20,000 طن، روسيا كميات ضخمة برضو، اليابان بعد فوكوشيما زادت الكمية جدا. كل الدول دي بتحاول تدير النفايات بمسؤولية، بس مفيش نظام كامل بنسبة 100% لحد النهاردة. طيب الدولة العربية عندها نفايات؟ بس كميات قليلة نسبيا. مصر عندها نفايات من المفاعلات البحثية أنشاص، الجزائر والمغرب وتونس نفس الوضع، الإمارات بعد مفاعل بركة بدأت تستعد لتخزين النفايات عالية المستوى، بس لحد دلوقتي مفيش مقبرة نووية عربية حتى الآن، والخطة دايما تخزين مؤقت مع دراسة حلول مستقبلية. طيب ممكن نعيد تدوير النفايات دي؟ سؤال عبقري. أيوة، في تقنية اسمها إعادة المعالجة reprocessing، بتحول الوقود المستهلك ليورانيوم وبلوتونيوم قابلين لإعادة الاستخدام. فرنسا واليابان استخدموها، لكن غالية جدا، معقدة جدا، وممكن تتسرب منها مواد تستخدم في تصنيع سلاح نووي، يعني حل جزئي مش نهائي. طيب لو في تسريب، إيه اللي ممكن يحصل؟ لو نفايات نووية اتسربت لمياه جوفية أو تربة، يحصل الآتي: تلوث بيئي يستمر آلاف السنين، انتقال إشعاع للنبات والحيوان والإنسان، أمراض سرطانية وتشوهات خلقية، كارثة دولية ما تنتهيش بسهولة. يعني التسريب مش بس خطر صحي،
ده كابوس اقتصادي وسياسي واجتماعي. الخلاصة، التعريف: مخلفات نووية مشعة بأنواع مختلفة. أخطر نوع: نفايات عالية النشاط، الوقود المستهلك. طرق التعامل: تبريد، تغليف، دفن عميق. المدة: آلاف السنين من الإشراف والتأمين. الحل النهائي: لسه العالم ما وصلوش تماما. سؤال الحلقة: لو بلدك بدأت تدخل المجال النووي، توافق ولا تقول استنوا شوية لحد ما نعرف هنتصرف ازاي في الزبالة؟ اكتب رأيك في الكومنتس، ولو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب. والحلقة الجاية عن المفاعلات الصغيرة SMRs، مستقبل الطاقة.